أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد. البنك المركزي قرر أن يعوم الجنيه. الناس كلها كانت مستنية القرار، بس يا ترى تأثير القرار ده إيه على الأسعار؟ والأهم من كل ده، الدولار متوقع يوصل لكام؟ صباح التعويم يا جماعة، ما هو البنك المركزي فاجئ الكل النهاردة، ولجنة السياسات النقدية عملت اجتماع النهاردة الصبح استثنائي وقررت فيه رفع أسعار الفايدة 600 نقطة أساس، يعني 6%، علشان توصل لمستويات 27 و25 من 100%. والحقيقة أن القرار ده كان متوقع، وكل مؤسسات التمويل والبنوك الدولية توقعت كمان أن التعويم يحصل في شهر مارس. والبنك المركزي علق على قراره في بيان رسمي وقال إن لجنة السياسات النقدية شايفة إن قرار رفع أسعار العائد هيساعد في ضبط الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم، واللي بيكون الهدف الأكبر للدولة دلوقتي، وإن اللجنة ناوية تستمر في النهج ده لحد ما التضخم يرجع لمساره المنشود. ومن الآخر يعني يا جماعة، البنك المركزي في بيانه كان واضح وقال إن الاقتصاد المحلي اتأثر بشكل كبير الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وده طبعا ساعد في ظهور العملات الأجنبية وظهور السوق السوداء سعر الصرف، وده خلى النمو الاقتصادي يحصل فيه تباطؤ. وعلشان كده البنك المركزي كان لازم يتدخل، والهدف من القرارات دي كلها انه يقضي على السوق السوداء ويكون في سعر واحد للصرف في مصر، خصوصا ان اللي بيحصل ده اثر علينا بشكل كبير، ووصل معدل التضخم السنة دي الفترة دي فاتت مستويات قياسية، برغم انه حصل فيه تباطؤ في اواخر السنة اللي فاتت، لكن رجع تاني يزيد وبقوة. وعلى فكرة اللجنة كانت أخذت قرار في فبراير اللي فات في آخر اجتماع ليها، ورفع سعر الفايدة بمقدار 200 نقطة أساس، لكن واضح إن المركزي شاف إن رفع الفايدة بشكل تدريجي مش هيأثر قوي على معدلات التضخم ومساره النزولي، وعلشان كده قرر المرة دي يرفع الفايدة 600 نقطة مرة واحدة. وخليني أقول لكم إن المركزي عارف كويس هو بيعمل إيه، وده مش قرار مش محسوب، لا بالعكس ده محسوب ومتخطط ليه كويس قوي، وده لأن ارتفاع معدلات التضخم بيأثر بشكل كبير على استقرار الأسواق وكمان على القطاع الخاص، واللي كل شركاته بتتأثر بالتضخم بشكل سلبي. وعشان كده بالقرار ده المركزي كان بيستهدف أولا تحقيق استقرار للأسعار، وده طبعا هيخلق مناخ يشجع على الاستثمار ويساعد القطاع الخاص. وخلينا أفكركم باتفاق الحكومة مع صندوق النقد، وإنه كان في شرط أساسي للصندوق بالقضاء على السوق السوداء للدولار وكمان التحكم في معدلات التضخم. وعلشان كده البنك المركزي بدأ ياخد قرارات استباقية قبل ميعاد المراجعات اللي كانت متأخرة، علشان يتم صرف باقي شرايح القرض ضمن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وده لأنه متوقع أن يعلن زيادة قيمة التمويل المقدم لمصر من 3 إلى ما بين 10 و20 أو 12 مليار دولار، بالإضافة لبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي هيتم الإعلان عنها الأيام اللي جاية. طيب نيجي بقى بعد التعويم الدولار هيوصل لكام في البنوك؟ الحقيقة السؤال ده شاغل تقريبا كل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار ومراكز الأبحاث، وكل التقارير اللي طالعة من المؤسسات دي كلها بتقول إن سعر الدولار بعد التعويم هيتراوح ما بين 40 ل 45 جنيه. انتوا بقى ايه رأيكم في قرار المركزي، وهل ده في صالح الجنيه؟ شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، كنت معاكم إيمان بالله النجدي، دمتم في رعاية الله وأمنه.